ازيكم؟ ايه الاخبار؟ انا اسمي حسام هاني وانا بساعد لعيبه كره القدم انها تطور مستواها في كل جوانب اللعبه، سواء مهاره كنترول او قوه تحمل، بس من البيت. انت ممكن تكون لعيب مجتهد وبتتمرن كويس بس مش بتكمل السيزون، وده بسبب الاصابات الكتير، وبالذات اصابات الخلفيه والضمه، لان صدقني لو اصابه من دول جات لك هتريح شويه. ولو عملت تاهيل كويس، وللاسف مش كل الناس بتعمل كده، ورجعت تلعب تاني، في احتماليه انك تتصاب تاني كبيره جدا. ده بيحسس اللاعب دايما ان هو ضعيف وان مفيش في ايده حاجه يعملها، انه مهما يعمل ريكفري ويعمل استشفاء برضه بيتصاب. وصدقني انا شفت لعيبه كتير قوي بطلت الكوره بسبب الاصابات، وده يرجع لحاجه مهمه جدا، وهي ان العضله ما فيهاش قوه كفايه وما فيهاش موبيليتي او مرونه. هو ده اللي عايز اشرحه لك النهارده، الفرق ما بين الاسترتشات التقليديه اللي انت بتعملها والفرق ما بين الموبيليتي او تمارين المرونه. لعيبه كتير فاكره عشان هي بتعمل استرتشات كتير فهي كده بتحمي العضله من الاصابات، وده مش صحيح، لان الاسترتشات كتير للاسف بتضعف العضله مش بتقويها. من 3 سنين كده جات لي اصابه في الخلفيه وريحت شويه، ورحت عملت تاهيل ورجعت العب تاني، بس جات لي برده الاصابه في نفس الخلفيه، فقلت يمكن انا باهل غلط. غيرت الدكتور ورحت الدكتور تاني، بس بعد شهرين برده جات لي نفس الاصابه، فقلت بس انا اعالج نفسي. وزي ما بعمل دايما اتجهت نحو الانترنت، وقعدت ادور كتير على ايه التمارين او الحركات اللي ممكن اعملها عشان اقلل خطوره اصابه الخلفيه، وكمان عشان احمي العضله. شفت معظم فيديوهات على اليوتيوب لاصابات الخلفيه وازاي انك تعمل ريكفري او تحمي العضله من الاصابه دي. كل الفيديوهات كانت شبه بعض لحد ما واحد برازيلي قدامي اسمه اليكس ده عامل برنامج موبيليتي او مرونه تقدر تعمله في البيت، وبيقول ان هو بيطور الموبيليتي بتاعتك او الرشاقه العضليه بتاعتك بشكل رهيب، وبصراحه كان باين عليه جدا في الفيديو، فقلت اجرب حاجه جديده جايز تفيدني. البرنامج ده كان 4 اسابيع، ومن تاني اسبوع الخوف اللي كان عندي والوجع اللي في العضله الخلفيه ابتدى يروح تدريجيا خالص، ورجعت العب تاني بقالي سنتين اهو من غير اصابات. بس مش عايزك تفهم كلامي غلط، ما تعملش البروجرام او الحاجه اللي انا اقول لك عليها وتفضل تهلك في العضله وتلعب كل يوم وتتصاب وتقول لي يا كابتن اللي انت بتقوله ده ما بينفعش. ما تخلطش دايما بين الاستشفاء وتمارين الموبيليتي او الرشاقه العضليه، وانك لازم تريح بعد كل تمرين او ماتش عشان العضله نفسها يحصل لها استشفاء وريكفري. وعشان تفهم اكتر تعالى بقى اشرح لك ايه هي الموبيليتي وايه هي الرشاقه العضليه والفرق ما بينها وما بين الاسترتش. تخيل كده معايا ان العضله بتاعتك هي الاستيك ده، وانك لما بتعمل استرتش بتمط العضله بالشكل ده. كتر الاسترتشات هتخلي الاستيك فيه مرونه او العضله فيها مرونه، بس مع الوقت السمك بتاع الاستيك نفسه هيقل وهيضعف، وبالتالي لما تيجي تعمل حركه مفاجاه هتلاقي الاستيك مستحملش واتقطع، وده لان السمك بتاعه قل من كتر الاسترتشات. قيس بقى ده على العضله بتاعتك، السمك بتاعها هيفضل يقل من كتر الاسترتشات اللي انت بتعمله فيها. اي حركه مفاجاه هتخلي العضله تتمزق. هو ايه الموبيليتي او مرونه العضله اللي انا بقول لك عليه ده؟ بالظبط كانك بتعمل استرتش بطريقه معينه، بس مع كل عده بتضيف استيك تاني في الاسترتش وتضيف استيك تاني في الاسترتش وهكذا، فهتلاقي ان العضله نفسها فيها مرونه بس سمك الاستيك ما رفعش. هتلاقي سمك الاستيك بيتخن كل ما بتشد، الاستيك بيروح معاك وهيبقى فيه مرونه، مع الوقت هيبقى فيه مرونه، بس في نفس الوقت السمك بتاعه ما قلش. هتلاقي العضله عندك بقى قويه وفي نفس الوقت فيها مرونه او رشاقه، فبالتالي لما تيجي تعمل حركه مفاجاه مش هتتصاب لان السمك بتاعها قوي. طيب بعد ما عرفنا ايه الفرق بين الاسترتشات وايه الموبيليتي او ايه المرونه العضليه، ازاي بقى اعمل تمرين الموبيليتي او المرونه العضليه اللي احنا اتكلمنا عليها؟ كل اللي انت المفروض تعمله انك تجيب اخرك في الاسترتش، وبعدين تكرمش العضله جامد وتثبت 5 ثواني، وبعد كده تريح 3 ثواني وتعمل الاسترتش تاني، بس المره دي حاول تنزل اكتر وكرمش العضله تاني واثبت 5 ثواني وهكذا. عايزك مع كل استرتش او مع كل ثبات 5 ثواني حاول تنزل اكتر من الاول، وعايزك مع كل نزله حاول تنزل اكتر من المره اللي قبليها وتكرمش العضله 5 ثواني، وبعد كده تريح العضله خالص 3 ثواني وهكذا. لو عايز تعرف بالظبط ازاي تعمل التمرين ده والاعداد والثواني اللي هتثبتها، اكتب لي في الكومنتات تحت اللي انت مهتم وانا ابعت لك مسج في لينك الفيديو. بس كده، اتمنى تكون استفدت حاجه من الفيديو النهارده، ولو الفيديو ده عجبك يا ريت تعمل له شير، او لو تعرف حد هيفيده منشنه في الكومنت. سلام عليكم.